نيك. هذا الدليل على الناس اللي من البارح جالسين يحكون ويغلطون علي بالكومنت. عندما تكون بنتك تشاهد هذا البث على التيك، نعم اغضب يا أخي، لأن الموضوع عندما يصل إلى الانحراف سيفتح عليك باب لو ملكت الأرض بمن فيها لا يمكنك إغلاقه إلا بتوفيق من الله لك. Ok, chao chipis, cuídense mucho, los quiero. Habibis, habibis, sugar habibis. Tarba. وهي تعزيز غريزة الإنسان، لأن الكلمة المقالة اللي سمعناها في الفيديو تفتح الكثير من الأسئلة لدى المشاهد، وهي من أبرزها: ما معنى هذه الكلمة التي قالها هذا الشاب للبنت لكي تغضب هذا الغضب؟ وما يجعلني أبدأ وأتصفح لمعرفة هذه الكلمة التي ستفتح لي عالم ثاني من الإثارة والمعرفة التي ستقضي على مجتمعاتنا، لأنها كانت بدايتها كلمة. كانت الدورة الشهرية في يوم آخر، فلا تقلقي في يوم آخر. كينغ، هناك وقت آخر يمكننا الذهاب إليه يوم السبت. يوم السبت. نو. وبعدها أصبحت إدمان، ومن الإدمان أصبحت واجب الحصول على إثارة ومعرفتها بشكل واقعي، وللحصول أيضا على الاستمتاع. هنا أضع لكم خط ومقال لا ينتهي إذا وصلنا إلى هذه النقطة، لأننا سنحتاج مكتبة من الكتب التي ستخبرك في حال وصلت إلى هذه النقطة إلى أين ستصل وماذا سينتج عن الجيل الذي سوف يليك. الأمر لم يقف إلى هذا الكلمة فقط، وإنما عزيزي المشاهد سأطلعك الآن على فيديو لها وهي تناقش. عادي صلي وافعل ما تشاء. قال لي صلحي روحك انت قبل بعد انصح الناس. قالوا لك الله غفور رحيم. هذا الفيديو والله إن دل على شيء سيدل على وصول أبنائك إلى انحراف وقالب. تصرفات الأطفال أو الأبناء ليست وراثية، وإنما هي انعكاس للبيئة التي يعيشون. إذا تجاهلنا إلى مثل هؤلاء يوصلوا لأشخاص وأبنائنا إلى ما ابتقاه، وقد تصل بهم الأمور وقد تهملهم فتمتلئهم بالأوساخ كالعجينة التي يستطيع الإنسان أن يشكلها كما يريد. وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فإنه ما من مولود لا إلا ويولد على الفطرة، فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يدخلون الإسلام، لأن الإسلام هو الفطرة. وداعي واجبنا الاحترام والدينا، ألم يكن ديننا وعقيدتنا توصينا باحترام من هم أعز مننا، خاصة إذا كان والديك الذين أمر الله ببرهما؟ لماذا لم تضع ميوت عندما كانت تخاطب والدها؟ ألم يكون هذا أفضل وأستر لها وأضمن لعدم وصول هذه الكلمات البذيئة إلى أبنائنا وبناتنا إلى بهذه الطريقة قد توصلهم إلى التجرؤ على الرد على والديهم؟ هذا إن دل سيدل على فساد المجتمع. ولو استمرت بهذه الطريقة، وما رأيته من متابعينها العوام الذين لم يبلغوا من العمر الكثير، كيف يجعلون من هؤلاء الأشخاص قدوة لهم؟ سيكون عند البنات توقعات اكتئاب والشع وراها الدائم بالضياع وانحرافها، وأحيانا بسبب عدم وجود مخرج طبيعي لعواطفهم وغرائزها الطبيعية والفطرية. إذا لم يصل المجتمع إلى وجود حل من أجل انضباط الأسر من حيث الرد على الشيء الغلط من الصح، وإن أضمن لكم الحصول على جيل ضائعا بوصلته وتافهة وسخيفة وسطحي بجودة عالية جدا. أتمنى أن تصل الفكرة لكم، وأتمنى أن أكون قد بلغت، وربي يوفقكم. لا تنسون تدعمونا وتشتركون بهذا القناة، وربي يوفقكم، وفي أمان الله.